تعالى أقولك إزاي يكون فيديو شغال كده وآخد منه صورة معينة. شايفين بالطريقة دي وبالاحترافية وبجد حلوة قوي، وبعد كده يرجع يكمل مرة تانية، وكل ده بطريقة بسيطة جدا. تعالى أقولك إزاي. وزي ما انتوا شفتوا في مقدمة الدرس ايه النتيجة اللي احنا محتاجين نوصل لها، وقد ايه الموضوع شيك جدا ويبقى يعني بيضيف كده للفيديو بتاعي، وهو ان انا اجي عند انسب فريم او انسب لقطة كده واخد منها لقطة صورة او اخد منها صورة، وبعد كده يرجع يكمل زي ما انتوا شفتوا. فتعالوا مع بعض نعرف نعمل ده ازاي بطريقة بسيطة جدا وهتبهركم من سهولتها. فتعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي كل اللي عليا انه ده الفيديو بتاعي، وبعد كده يعني هتحرك لغاية أنسب جزء بالنسبة لي وأنا مثلا شايفة ده. فعندي اختيار من الاتنين، يا إما إن أنا هاجي من هنا كده تمام على الكاميرا دي وأخليه ياخد لي سكرين شوت من الفريم ده اللي أنا واقفة عنده، بس أهم حاجة إن أنا أكون مفعلة اختيار import into project علشان يدخل لي الصورة اللي هو هياخدها يدخلها لي، يضيفها في قائمة البروجكت أو يضيفها عندي في البروجكت. فهقول له اوكي، وبعد كده هاخد الجزء ده او الصورة دي بس مكان ما انا واقفة بالانديكيتور علشان ما يحصلش جنب قطيع. بصوا كده ثبت معايا، يعني ما حصلش اي مشكلة. تمام، لان انا حطيته في المكان المظبوط او المكان اللي انا اخدت منه السكرين شوت. وممكن كمان ان انا بعد ما اعمل يعني الفكرة دي اجي هعمل من هنا كده القط بتاعي واحرك ده كده للاخر واهو، ويكمل معايا زي أي حاجة، يعني كأني ما قطعتش ولا عملت أي حاجة. طيب أنا ممكن كمان لو أنا أهو دي اللقطة اللي عجباني هاجي ممكن ألغي من هنا، وده الاختيار التاني اللي أنا بقول لكم عندي اختيارين، وأضغط كليك يمين وأقول له insert frame hold segment. تمام، فبالتالي أهو ثبت لي الفريم ده وبعد كده خلالي أهو يكمل معايا. فأنا تمام، يعني خليني مثلا هشتغل بالفكرة دي، ولو عايزة أزود مدة الصورة بتاعتي أو الفريم اللي ثبتهولي هو عادي جدا، وهاجي أخلي ده يجي في الآخر. فأنا ما عنديش أي مشكلة، كل الحلول بالنسبة لي متاحة وعندي المرونة الكاملة. طيب وبعدين دلوقتي أهو أنا عندي مش محتاجة كل مثلا الجزء ده الأولاني، خليني ألغيه كده. تمام، وبعد كده هاجي على الصورة اللي أنا عملتها أو الفريم اللي أنا ثبته وهدخل على الجزء الخاص بالكالر أهو. بعد كده هدخل على البيزك كوريكشن وهقول له إن أنا محتاجة أخلي الساتوريشن بتاعه 0 بالشكل ده، وبعد كده هدخل على الفينيت وهغير في الأماونت. شايفين هنا الحدود أو الحواف بتاعتي عادية جدا. بصوا كده إيه اللي هيحصل، إن أنا عملت زي شادو أو خليت الأجزاء دي باللون الأسود كده شوية. تمام، وأقدر أزود في الأماونت بتاعتي بالطريقة دي أو أنقص زي ما أنا عايزة. وبعد كده هرجع للورك سبيس بتاعتي. تمام، وبعد كده هاجي في الإفكتس من هنا وهعمل سيرش على الجوسيان بلو أهو. فين الجوسيان بلو أهو. بعد كده هسحبه على الفريم بتاعي أو الصورة بتاعتي، وبعد كده هزود قيمة البلورنس بالشكل ده كده. تمام، وبعد كده بقى أهو هلغي كل ده وهاجي هنا هدبليكيت الصورة بتاعتي أهو، بس هخلي في تراك فاضي كده في النص علشان هنحط حاجة ما بينهم. وبعد كده هاجي على اللي من فوق ده وهلغي اللومتري كولر وهلغي البلورنس أو الجوسيان بلو. بعد كده هاجي هعمل ايه، هصغر السكيل بتاعتي بالشكل ده، هخليها مثلا كده، وهاجي من هنا هحتاج ان انا هعمل color mate بالشكل ده. هقول له اوكي وهختار اخليه باللون الابيض او زي ما انتوا حابين تخلوا لون الفريم بتاعكم بتاع الصورة، وهاجي هسحبه ما بين الصورتين زي ما انتوا شفتوا كده. قلت لكم محتاجين نخلي التراك اللي في النص فاضي. وبعد كده لو جيت صغرت من السكيل بصوا بيصغر معايا الطول بالعرض بكل حاجة. فأنا مش محتاجة إن أنا أخليه كده أو زي ما انتوا حابين عادي، بس أنا بالنسبة لي بحب أعمل إيه، ألغي اليونيفورم سكيل وأخليه مثلا بالشكل ده كده، علشان لو حابة أخلي الارتفاع بتاعي مختلف عن العرض فيبقى
عندي مرونة كاملة في حاجة زي كده أهو. بصوا براحتي تماما، بقدر أغير براحتي. طبعا كنت شرحت في فيديو قبل كده ايه الفكرة ان انا الغي اليونيفورم سكيل او افضل مفعلاها، وهي ان انا طول ما انا مفعلة اليونيفورم سكيل فهو رابط لي الطول بالعرض بتاع الصورة او بتاع الفيديو بتاعي، فبالتالي لما بصغر او بزود حجم السكيل بتاعي العرض بالطول بيبقى مرتبط ببعض. لكن لما بلغي التفعيل بتاعي فبيبقى فاتح لي الطول والارتفاع او العرض والارتفاع كل واحد لوحده. فانا بالتالي اهو ظبطت كل الحاجات دي، وهاجي بعد كده ممكن اجيب بقى اللي هو الفريم بتاع الكاميرا اللي هو الريك بتاع الكاميرا واضيفه، يعني هيبقى ضايف عني شكل حلو قوي. لكن دلوقتي هعمل نست للجزء ده اهو. هعمل نست، خلينا بس ناخد بالنا ان انا هعمل نست للصورة الاولى اللي هي دي مع الكولر مات بتاعي او مع الفريم، مش هعمل نست ومش هضم الجزء ده. هقول لكم دلوقتي ليه. انا دلوقتي اهو عملت نست، محتاجة ان انا اسيب دي زي ما هي، ما دخلتهاش جوه النست لان هتحكم في دي لوحدها اهو، وهصغرها بالشكل ده. يعني هغير برضو في الروتيشن بتاعي ان انا اخليه مثلا كده اهو. فانا قادرة اتحكم في الصورة بالفريم. لو كنت عملت ده ودخلت الصورة او الباك جراوند اللي انا عاملاها دي كان هيتحكم فيهم كلهم مع بعض، فانا مش محتاجة ده. فهاجي دلوقتي هنا كده في الاول واحط كي فريم عند السكيل وعند الروتيشن، وهمشي كده شوية لقدام واخلي السكيل بتاعي يكبر. سوري، انا انا من الواضح ان انا كده عملت الروتيشن بتاعي السكيل على الصورة دي، فانا مش محتاجة ده. تمام، انا محتاجة اعمل الكي فريم بتاعي هنا. تمام، فاحط هنا كي فريم وهنا كي فريم. تمام، وهاجي كده قدام شوية هزود في السكيل كده. تمام، وبعد كده هغير شوية في الروتيشن بتاعي بالشكل مثلا ده كده. فبصوا هيبقى النتيجة بتاعتي ازاي كده. فالموضوع لغاية كده سهل وبسيط، والباقي برضو سهل وبسيط. أنا محتاجة دلوقتي إن أنا أعمل الفلاش بتاع الكاميرا، فهاجي هنا أضغط وأقول له عايزة adjustment layer فين أهو، وهقول له أوكي. وهجيب الadjustment layer بتاعي وأحطه هنا بالشكل ده، وهاجي هنا كده. تمام، وهضيف على الادجستمنت layer حاجة اسمها بروك ام اهو، وهسحبه عندي على الادجستمنت layer. وهاجي هنا كده في بداية الصورة بتاعتي، وهضغط هنا هحط كي فريم وهزود في قيمة البلورنس. بصوا كده ممكن اخليها مثلا 90 اهو، هخليها مثلا 95 زي ما انا حابة. تمام، وهاجي اتحرك 5 فريم لقدام اهو، وهرجع القيمة دي، وهاجي على الكي فريم بتاعي التاني وهتحرك 5 فريم لورا وهرجع القيمة دي. طيب ازاي قدرت ان انا اتحرك 5 فريم بضغطة واحدة؟ هو ان انا بضغط على شيفت وبتحرك بالسهم او بالاتجاه بتاعي يمين او شمال، فبالتالي بيحرك لي 5 فريم في المرة الواحدة او مع كل ضغطة. لكن لو ما ضغطتش على شيفت واتحركت بالاتجاهات بس فهيحرك لي فريم فريم. فانا لغايه كده تمام جدا اهو. بصوا ده اللي بيحصل معي، شايفين؟ طيب عايزه اخلي الموضوع واقعي بشكل اكبر، فهعمل ايه؟ كل اللي عليا دلوقتي ان انا هاجي هنا هضيف عندي الفلاش بتاع الكاميرا او الصوت بتاع الكاميرا. بصوا تاني اهو، وبعد كده يرجع يكمل. الموضوع احترافي جدا جدا وسهل وبسيط زي ما انتوا شفتوا. ودي كانت فكرة درسنا النهاردة. زي ما انتوا شفتوا الموضوع حلو قوي وبسيط. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه مش مشترك في القناة فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.
وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات، واستنى درس جديد كل يوم اثنين وخميس الساعة 10 مساء.